حدوتة ديدي النهاردة فيها بيت صغير على أول الشارع كان عايش فيه بنت أمورة جدا اسمها ليلي. ليلي كان وشها منور ودايما بتضحك وشعرها طويل ومربوط ضفاير بلون بينك وعليها توك على شكل فراشات. ليلي كان عندها عروسة اسمها دودو، كانت بتحبها أوي، بس دودو ما كانتش عروسة عادية، كانت دبدوب صغير ناعم لونها بينك فاتح وعينيها سودة بتبرق وبتلبس جاكيت جينز صغير جدا مكتوب عليه حرف دي. وكل يوم بالليل ليلي بتنام وهي حاضنة دودو وتحكي لها أسرارها وتقعد تتكلم معاها، وكل مرة كانت بتحس إن دودو بتفهمها بجد. وفي يوم من الأيام ليلي رجعت من الحضانة جريت على سريرها وفجأة ماما دودو مش هنا. دورت تحت المخدة ودورت ورا الدولاب وبصت في الشنطة مفيش دودو، لكن ليلي وهي بتدور لقت حاجة غريبة قوي، ورقة صغيرة مكتوب فيها لو عايزة ترجعي دودو امشي ورا الخطوات اللي بتلمع في الأرض. فعلا على الأرض كان في نقط نور صغيرة بتلمع ماشية كأنها طريق. ليلي لبست الشوز بتاعتها وأخدت شنطتها الصغيرة وقالت أنا جايالك يا دودو استنيني. مشيت ورا خطوات النور لحد ما وصلت جنب جزامة باباها، وهناك لقت بوابة صغيرة قوي أول مرة تشوف زيها، ولما قربت البوابة كبرت وسحبتها جواها. ليلي لقت نفسها في غابة سحرية فيها الشجر بيهمس والفراشات بتنور والهوا ريحته حلوة زي الشوكولات. وهي ماشية لقت صوت بيقول لها أخيراً وصلت يا ليلي. بصت لقت دودو واقفة، لكن مش دبدوب، كانت واقفة على رجلين لابسة بدلة عمير سري ونضارة سودة وفي إيديها جهاز غريب. ليلي قالت دودو انت حقيقية وبتتكلمي؟ دودو قالت أنا مش مجرد لعبة، اسمي الحقيقي العميلة دي، وأنا محتاجة مساعدتك في مهمة سرية جدا. دودو قالت إن في عالم كامل تحت الغابة اسمه مملكة الدببة الأذكياء، لكن حد شرير سرق منهم بلورة الحكايات، وهي البلورة اللي بتخلي الأطفال يقدروا يحلموا. لو البلورة دي فضلت مسروقة كل الأطفال هيبقوا مش بيحلموا ولا بيتخيلوا، ودي كارثة. ليلي قالت بحماس أنا هساعدك طبعا مش هسيبك، إحنا فريق يا دودو. دخلوا مع بعض نفق طويل تحت الأرض، وهناك قابلوا الدب ريكو الطباخ اللي بيطبخ أكل بيتكلم، والدبة لولا اللي كانت حارسة البلورة زمان وبتعرف ترسم خرايط سحرية، والسلحفة ريشو بطيئة جدا بس صوتها بيوقف الزمن. وفجأة سمعوا صوت ضحكة شريرة، ده كان الكائن شرور اللي سرق البلورة وبيحاول يحبس الخيال جوه صندوق أسود. ليلي قالت أنا هستخدم خيالي، هو ده أقوى سلاح عندي. طلعت من شنطتها نوت صغيرة ورسمت عليها صندوق مضاد للشر، وفجأة الصندوق اللي مع شرور اتقلب عليه والبلورة نطت في إيد دودو. كل حاجة حواليهم بدأت تنور من تاني. دودو قالت شكرا يا ليلي، من غيرك العالم كله كان هينام للأبد. وبقت في بوابة تانية رجعت ليلي لأوضتها، لكن وهي راجعة دودو قالت أنا هرجع لعبة تاني، بس دلوقتي انت عارفة أنا مين. ليلي رجعت أوضتها ولقت دودو رجعت لعبة تاني نايمة على السرير. أخدتها وحضنتها وقالت أنا كمان دلوقتي بقيت عميلة سرية وبساعد كل اللي معايا. ونامت وهي مبسوطة قوي وعارفة إن في مغامرات تانية كتير مستنياها، يمكن الليلة اللي جاية محدش عارف. لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وكومنت وشير مع صحابكم، واعملوا سبسكرايب للشانل ودوسوا على زرار الجرس عشان يوصل لكم كل حواديت دي أول ما تنزل. بحبكم قوي، باي باي.